لما أراد عمرو أن يسلم، عمرو بن العاص الصحابي الجليل جاء يسأل عن هذه الذنوب التي صدرت وبدرت، ويشترط أن تغفر ذنوبه. قد ذهب إلى النجاشي من أجل أن يسلم له المسلمين، وفعل هذه الأشياء هو يعلم بها، يعلم أنه فعل وفعل، فخالط الإيمان قلبه، وأراد الله عز وجل له الهداية فقرر الإسلام. قبل أن يمد يده قال: أشترط. وما تشترط يا عمرو؟ أشترط أن تغفر ذنوبي. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها؟ فبايع وقال: أسلم الناس وآمن عمرو. هذا يرد على الذين يطعنون في عمرو العاص، الذين يصورونه وكأنه ماكر غادر لئيم يستعمل ذكاءه في الصد عن سبيل الله وفي محاربة أولياء الله. خطأ. هذا هو صحابي جليل. أسلم الناس وآمن عمرو. الشاهد أن التوبة تجب، أي تقطع، تجب بمعنى تقطع وتذهب وتستأصل ما حصل قبل إذا كانت صادقة.